السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الثانوية العامة، طبعا في حلقة جديدة من برنامج أستاذ على الهوا. إن شاء الله النهاردة إحنا هنراجع كده، هنعمل ريفيجن سريع على المنهج للطلاب القسم الأدبي. إن شاء الله ما تقلقوش، إن شاء الله الامتحان هيبقى كويس زي ما جه في القسم العلمي بإذن الله، هيجي برضه إن شاء الله كويس وهيبقى بخير. بس أهم حاجة التركيز، مش عايز حد يبقى متوتر، مش عايز حد يبقى قلقان. وفي نفس الوقت احنا هنعدي على جميع الاسئله، هناخد سؤال سؤال وهنبدا كده نعمل ريفيجن سريع. ولكن اهم حاجه عايزكم تعرفوا حاجه، انك انت بقدر الامكان، انا عندي امتحان الصبح، المطالب انك انت تقدر بقدر الامكان تبقى عندك كم كبير من الكلمات بحيث انك تقدر تتعامل مع ورقه الامتحان. والذكاء في الامتحان هنا ان انا لو في كلمه مش عارفها ازاي اقدر اخرج عن الكلمه دي، وازاي اقدر اعمل جاسنج للكلمه، تخمين. طبعا زي ما احنا عارفين في امتحان القسم العلمي الامتحان جه على الشكل الاتي. جه في الاول 20 جمله تشوز، في منهم 4 على الرايتنج، في منهم 10 على الفوكاب، وكان في 6 على الجرامر. وبعد كده جالنا الباسج، 2 باسجز، عندنا قطعتين وكل واحده عليها 8 اختيارات، وفي عندنا كمان سؤال ترانسليشن. هناخد بقى سؤال سؤال كده، وعايز ناس تركز معايا. وبرضو اهم حاجه انك تراجع كل الحاجات اللي عندك بكل الكلمات علشان تقدر وتطمن. وفي حاجه كده مبدئيا ان شاء الله في الامتحان تبدا الاول، انا عندي الاسئله، ابدا الاول باللي انت عارفه كله، خلص كل الاسئله اللي انت عارفها، وبعد كده ابدا شوف اللي انت مش عارفه، والذكاء انك تقدر ازاي توصل للاجابه الصحيحه. يلا كده يا شباب نبدا كده ونسمي الله، وتعالوا نبدا الاول باول سؤال اللي هو سؤال الرايتنج. السؤال ده الى حد ما في بعض الناس كانت شايفه فيه صعوبات، احنا هنحاول النهارده نعمل ريفيجن سريع على كل النقاط المهمه في السؤال ده. يلا يا شباب نبدا، يلا بسم الله. عندنا اول حاجه، هناخد شويه اكسرسايز كده اون رايتنج سكيلز. نبدا باول حاجه. اول سؤال عندنا نمبر 1 بيقول لك هنا ايه؟ which type of paragraphs would this topic sentence best go with? The Himalayas mountains are the tallest mountains in the world. Choose descriptive, expository, narrative or persuasive. هنا السؤال بيقول لك ايه؟ انهي نوع من البراجرافات يتماشى معاه الجمله الافتتاحيه الاتيه؟ بيقول لك هنا الجبال ديت تعتبر اطول جبال في العالم. طب ده يعتبر ايه؟ ديسكريبتيف. الاول تبقى فاهم كده ان الحاجه يعني هنا الديسكريبتيف اسايز او الديسكريبتيف باراجرافز دي تعتبر ايه؟ انت هنا بتعمل عمليه وصف للموضوع، داخل في حاجه بتبدا توصفها، بتوصف الموضوع ككل. اما الاكسبوستري اللي هو عندنا التفسيري، ده بيدي تعريف لحاجه، وخاصه لو كانت حاجه علميه. وعندك الناراتيف اللي هو قصصي، حكايه، هنا تو تيل ستوري، حد بيحكي قصه. والبرسويسيف يو تراي تو برسويت سم ون اوف something، بتحاول تقنع شخص ما بشيء. طب هنا بيعرفك ان الجبال دي هي اعلى جبال في العالم، يبقى ده طبعا يعتبر ايه؟ تفسيري، تبقى الاجابه نمبر بي. برضو عندنا في السؤال نمبر 2 بيقول لك هنا which of the following is correctly punctuated؟ ايا من الجمل الاتيه فيها علامات ترقيم صحيحه. خد بالك بقى، البنكتويشن ماركز اللي هي الكوما والفول ستوب والكولون والسيمي كولون والحاجات دي نخلي بالنا منها لو جت في الامتحان. بص عندك كده الاختيار نمبر ايه بيقول لك ايه؟ Yes sir have all the ingredients managed meat milk potatoes and onions. وحاطط لك بعد ingredients اللي هي المقادير هنا اكسكليميشن مارك، علامه التعجب. ركز معايا وحاول يكون معاك ورقه وبتدون ورايا كل النقاط اللي احنا بنتكلم فيها. انا بستخدم الاكسكليميشن مارك علامه التعجب امتى؟ هنا لما يكون فيها اندهاش، فيها غضب، او ماي جاد، وات ا سربرايز، وات ا لافلي داي، هنا بستخدم اكسكليميشن مارك، دي علامه التعجب. في عندك الكولون اللي هي النقطتين اللي فوق بعض، دول بستخدمهم لو وراهم قائمه حاجات، يعني انا اشتريت كذا وكذا وكذا. وفي عندك هنا الكوتيشن، دي بستخدمها في الدايركت سبيتش، الكلام المباشر. وعندنا الكوما ليها استخدامات كتير هنتكلم فيها. طب بص هو بيقول لك ايه في الجمله؟ بيقول لك ياسر has all the ingredients managed meat، عنده كل المقادير. هنا اللحمه المفرومه، الميلك، البوتيتوز اند انيونز، وعندك هنا اللبن، وعندك كمان البطاطس، وعندك البصل. طب هنا ادالك قائمه الحاجات ديت، طالما في قائمه فبنستخدم هنا الكولون. طيب نبص كده على سؤال نمبر 3 بيقول لك هنا moreover when tourists come to Egypt they can visit the place of interest. What kind of sentence is the one above؟ بيقول لك هنا علاوه على ذلك لما السياح بيجوا لمصر يقدروا يزوروا الاماكن المهمه. من انهي نوع الجمله دي؟ introductory، هنا تعتبر جمله مقدمه، ولا topic؟ خد بالك
الاساي او الباراجراف بينقسم لعده حاجات. اول حاجه الانترودكشن، المقدمه، والمقدمه دي بيكون فيها التوبيك سنتنس، وساعات خد بالك عشان ساعات بيقول لك على التوبيك سنتنس ده اسم تاني اللي هو كلمه هوك. هوك اللي هي الخطاف، او هنا الجرابر سنتنس، الجمله الخاطفه، تو اتراكت ذا ريدرز اتنشن، جذب انتباه القارئ. فانت عندك هنا بيقول لك هنا خد بالك بعد كده بعد التوبيك في كمان، او ساعات يقول لك ايه ثيسس، ممكن تبقى يجيبها لك كده توبيك سنتنس اور ثيسس سنتنس، يبقى انت عارفها. وجوه التوبيك سنتنس ديت في اللي هو عندنا كمان الهوك زي ما قلنا اللي هو الجمله الجاذبه للقارئ. في عندك السبورتنج سنتنس، الجمله الداعمه. ايه الجمله الداعمه دي بقى؟ الجمله الداعمه اللي هي بتكون فيها reasons، الاسباب، بيكون فيها explanation، شرح، بيكون فيها examples، امثله. وفي عندك كمان الكلوزنج. كلوزنج اللي هي الكونكلوجن، الخاتمه. استخدم بقى تصمم بعض الحاجات. فهنا طبعا الجمله دي بيقول لك علاوه على ذلك لما السياح بيجوا الى مصر يقدروا يزوروا الاماكن الهامه. طب طالما هيزوروا الاماكن الهامه يعني هو بيكمل لك، بادئ يشرح هنا، بيدي لك هنا توضيح لحاجه، طالما فيها توضيح يبقى دي على طول السبورتنج سنتنس، الجمله الداعمه. برضو نبص على الجمله نمبر 4، بيقول لك هنا what is the punctuation mark used in the following sentence called؟ ايه علامه الترقيم اللي بتستخدم هنا في الجمله ديت اسمها ايه؟ My 8-year-old boy loves reading. بيقول لك هنا الولد اللي عنده 8 سنين بيحب القرايه. ركز معايا. N dash hyphen M dash slash. الهايفن، كلمه هايفن بتستخدم امتى؟ اللي هي الشرطه اللي انت شايفها قدامك دي. الهايفن دي انا بستخدمها مع الكومباوند ناونز، الاسماء المركبه. يعني ما تيجي تقول ايه؟ كان في كلمه انت عارفها اقول لك سيستر ان لو. سيستر ان لو. طب ما انت عارف ان كلمه سيستر لوحدها اللي هي مرات الاخ. ما انت عارف ان كلمه سيستر لوحدها يعني ايه؟ اخت. وان في له قانون، بس لما اتعملت على بعضها كلمه واحده ادتني معنى ككلمه لوحدها. في الحاله دي انا بستخدم الهايفن. اقول لك اب تو ديت، حديث او معاصر. هنا الكلمه اب هايفن تو هايفن ديت، يبقى في الحاله دي لازم استخدم الهايفن. يبقى كلمه هايفن دي يا جماعه نعرفها بتستخدم مع الكومباوند ناونز، الاسماء المركبه. في برضو عندنا جمله نمبر 5، بيقول لك هنا ايه؟ The correct punctuated sentence is. بيقول لك انهي جمله من دول فيها علامات ترقيم صح؟ نمبر ايه؟ 1. خد بالك هنا when اول حرف الدبليو هنا small. At the beginning of any sentence we should start with capital letters. في بدايه اي جمله لازم نبدا بحرف الكابيتال. طب ده هنا حرف سمول، وعندك الاختيار رقم سي برضو حرف سمول، يبقى الاثنين دول ما ينفعوش. دايما تبقى ذكي في الحل. انا هستبعد اللي ما ينفعش الاول. هيتبقى عندك الاجابه نمبر بي والاجابه نمبر دي. طب نمبر بي بتقول لك هنا ايه؟ when two sides disagree and argue there is conflict. لما يكون في جانبين في اختلاف بينهم يبقى there is conflict، في صراع. question mark علامه استفهام. طب دي مش ما تعتبرش سؤال. في الحاله دي بستخدم الايه؟ الفول ستوب. خد بالك الكويستشن مارك علامه استفهام دائما في نهايه السؤال. في نهايه السؤال. انما دي جمله عاديه فهنستخدم هنا فول ستوب. طيب الجمله اللي بعدها نمبر 6 تقول لك هنا ايه؟ choose the essay topic that best suits this statement. It's important that we always follow traffic rules to reduce the chances of accident, keep pedestrians safe and prevent traffic jams. بيقول لك هنا ايه؟ اختار لي الجمله الافتتاحيه المناسبه للجمله دي. عايز جمله افتتاحيه في المقال مناسبه للجمله دي. بيقول لك من المهم ان احنا دايما نتبع المرور، قواعد المرور، علشان نقلل الحوادث، فرص الحوادث، ونحافظ على المشاة بامان، ونمنع كمان ازدحام المرور. طب الجمله دي هنا بتقول ايه بقى؟ How to prevent highway traffic jams. ازاي نمنع الزحام المروري. How to ensure pedestrian safety. ازاي نأمن الامن بتاع المشاة. Ways to prevent traffic accidents. وهنا طرق منع الحوادث، ولا advantage of following traffic rules، مزايا اتباع القواعد المرورية. طبعا الجملة دي كلها بتعبر عن مزايا اتباع القواعد المرورية. نمبر 7 بقول لك هنا what an interesting film. يا له من فيلم رائع. قلنا في اي صيغه تعجب او ماي جاد وات ا لافلي داي، اي حاجه من دول بنستخدم في الاخر اكسكليميشن مارك علامه التعجب. الكوتيشن مارك اللي هي علامات التنصيص دي بستخدمها في الكلام الدايركت. اقول لك he said quotation I'm tired، انا مرهق. هنا عندك كمان الكويستشن مارك علامه استفهام، دي بنستخدمها at the end of the question، في نهايه السؤال. question tag السؤال المزيل.
وعندك اخر حاجه اكسكليميشن مارك اللي هي علامه التعجب. طبعا هنا هنستخدم في الحاله دي اكسكليميشن مارك. ممكن يجيب لك الجمله ويحط لك ايه بقى؟ يحط لك في الستوب اكسكليميشن مارك العلامات نفسها. يبقى انت عارف في الحاله دي احنا بنستخدم الاكسكليميشن مارك اللي هي علامه التعجب. الاجابه هنا نمبر دي. في عندنا برضو الجمله نمبر 8 بيقول لك هنا ايه؟ which of the following is correctly punctuated؟ ايا من الجمل الاتيه تعتبر فيها علامات ترقيم صحيحه. if you visit Cairo semicolon come and see me. ركز بقى معاك في الحاجات ديت عشان واحنا بنحل عايزين نحاول نراجع على اهم النقاط. احنا قلنا في الستوب في نهايه الايه؟ الجمله العاديه. الكويستشن مارك في نهايه السؤال. الاكسكليميشن مارك عن التعجب في حاله التعجب او الغضب او الضيق. في عندك هنا بقى الكولون والسيمي كولون. السيمي كولون اللي هي في الستوب وتحتها كوما ديت دي بتعاملها كانها بيكوز، اللي بعدها بيكون سبب للي قبلها. يعني اقول لك ايه؟ I like your brother سيمي كولون he is very kind. انا معجب باخوك هو طيب. يبقى هنا بدي السبب لده، ففي الحاله دي بحط السيمي كولون. زي ما قلنا الكولون اللي هي نقطتين فوق بعض دي بتعتبر بيجي وراها زي القايمه كذا وكذا وكذا. في عندك هنا نمبر بي if you visit Cairo come and see me. نمبر دي if you visit Cairo come and see me. خد بالك مع الرابط زي if ووايل وافتر والحاجات دي كلها when while after دايما ما بين الجملتين بستخدم هنا الكوما. لما يكون في رابط من دول بستخدم الكوما. فانت عندك هنا if يبقى هنستخدم ما بين الجملتين الكوما. نمبر 9 بيقول لك هنا which of the following sentence is punctuated correctly؟ ايا من الجمل الاتيه فيها علامات ترقيم صحيحه. وحاطط لك هنا he said I want to go to the party. عايز اروح الحفله. طبعا في نهايه الجمله لازم في الستوب. هنا مفيش في الستوب يبقى دي ما تنفعش. دايما استبعد الغلط. نمبر بي he said comma I want to go to the party. وحاطط لك هنا بس الكوتيشن هنا مش مظبوطه. نمبر سي he said quotation I want to go to the party. وحاطط لك هنا في الستوب. بس المفروض قبل الجمله الدايركت بعد ما اقول he said لازم استخدم كوما. فاقول he said كوما quotation I want to go to the party full stop quotation. يبقى خد بالك. يبقى انا كده عندي مجموعه حاجات واحنا بنتكلم نبقى عارفينها. انا بستخدم الكوتيشن مع الدايركت سبيتش الكلام المباشر. والجمله اللي قبل الكوتيشن لازم بعد said بستخدم الكوما. في عندك نمبر 10 بيقول لك هنا ايه؟ narrative essays المقالات الناريتيف اللي هي فيها زي ما قلنا تو تيل ستوري. تو تيل ستوري انك بتحكي قصه. should be interesting to impress the reader. should contain imaginative incidents to make suspense. Number C can tell real or imaginative stories. Number D all of the above. بيقول لك هنا ايه؟ القصص او المقالات اللي فيها حكي روايه لازم تكون ممتعه للقارئ ولازم تحتوي على احداث خياليه عشان يبقى في سسبنس. وعندك رقم سي كمان ممكن تحكي فيها يا اما قصه حقيقيه يا اما قصه خياليه ولا كل اللي فوق دول. طبعا الحكايه او اللي هنا بتشمل كل دول. الناريتيف السيريز بيشمل كل دول يبقى all of the above. نمبر 11 which of the following is correctly punctuated؟ ايا من الجمل الاتيه فيها علامات ترقيم صحيحه. My uncle who lives in Asyut is a doctor. My uncle comma who lives in Asyut comma is a doctor. My uncle comma who lives in Asyut is a doctor without comma. Number D my uncle who lives in Asyut comma is a doctor. إذا استخدمت relatives ضمائر الوصل who أو which. إذا استخدمت الضمائر دي باجي قبل ضمير الوصل هو وبستخدم كوما. والجملة اللي الثانية برضو بعد ما تنتهي الجملة بتاعت هو بستخدم كوما. دي يا جماعة احنا بنستخدم الكوما في حاجة اسمها الجملة الاعتراضية. طب انا هعرف ازاي مستر الجملة الاعتراضية في الامتحان؟ بتبقى عبارة عن 3 جمل. يعني بص على الجمله ماي انكل دي جمله اهي. هو ليفز ان اسيوط ادي جمله. اذا دكتور الجمله الاعتراضيه لو شلناها ما تغيرش الجمله. ينفع تديها جمله عاديه. يعني اقول لك ايه؟ ماي انكل از دكتور فتنفع اهي. يبقى الجمله الاعتراضيه اللي في النص دي يجوز استبعادها. في الحاله ديت بحط قبلها كوما وبعدها كوما. دي حاجه. في عندك كمان نبص هنا عندنا الجمله نمبر 12 A job application is a kind of. بيقول لك هنا الابلكيشن بتاع الوظيفه هو نوع من ايه؟ A formal email الايميل الرسمي and informal email الايميل الغير رسمي ولا expository essay ولا persuasive essay. بص بقى كده. A job application is a kind of.
طبعا هنا بقدم لوظيفه، اكيد دي حاجه رسميه. طالما حاجه رسميه يبقى فورمال ايميل. بس خد بالك، نقول كده معلومه صغيره عن الايميل، عشان لو جه في الامتحان طبعا هنقول بعض الحاجات اثناء الشرح مختلفه عن اللي موجوده كمان قدامك، علشان تبقى انت متابع معايا، والحاجات دي تدونها تاني على طول. انت عندك هنا الايميل في منه فورمال وفي منه انفورمال. الفورمال اللي هو الرسمي ده اللي بتبقى الجريتنج بتاعته التحيات ايه؟ اقول دير، سير، دير فلان، عزيزي كذا. طب الانفورمال بكلم واحد صاحبي اقول له هاي، هالو، هاي، ده لو بكلم واحد صاحبي. طب البادي الموضوع، لو موضوع فورمال الكلام في النص without any abbreviation، بدون اختصارات، يعني اقول I have، I will، ما ينفعش اختصر. طب الانفورمال بتكلم واحد صاحبي ينفع اعمل abbreviation اختصار، اقول I have apostrophe e، I'll ينفع اختصر. في عندك كمان الكونكلوجن، الخاتمه. لما بتيجي تقفل الايميل، لو الايميل دوت بتتكلم مع حد صاحبك هنا حاجه فورمال، ممكن اقول له ايه؟ باي، اقول له سي يو ليتر، بكلم واحد صاحبي. طب لو بتكلم بقى مع شركه، بتكلم بصيغه رسميه، اكيد في صيغه رسميه مش هينفع اقول الكلام دوت اللي هو باي والكلام ده، فاقول له ايه بقى؟ ينفع اقول له بيست ويشز، ينفع اقول له يورز فيثفully، ينفع اقول له يور sincerely. دي كلها تنفع في النهايات لو هنا بتكلم على ايميل فورمال رسمي. طيب بص نمبر 13 بيقول لك ايه؟ which of the following is correctly punctuated؟ ايا من الجمل الاتيه فيها علامات ترقيم صحيحه. A friend of mine works as a translator for you and a friend of mine works as a translator for you and a friend of mine works as translator for you and a friend of mine works as translator for you and. تيجي تبص على الجمله دايما تبقى ذكي، استبعد اللي ما ينفعش الاول. طب انا عندي هنا مثلا لو جينا نبص على الجمل دي واحنا ماشيين، هو هنا بيلعب معايا في انهي جزئيه؟ في يونايتد نيشنز. خد بالك هنا الاختصارات اولا علشان اتعامل معاها ما ينفعش تيجي سمول، لازم هنا كل الاختصارات تبقى كابيتال. يعني هقول ماستر، هقول دكتور، هقول اي هنا اختصار دكتور، ماستر، يو اس اي، بعملها دائما على انها كابيتال. دي حاجه. الاختصارات بحط بعدها دائما فول ستوب بعدها، فانت مش ما بينها. فانا عندي هنا نمبر سي بيقول لك ايه؟ A friend of mine works as a translator for United Nation، وهنا عندنا فول ستوب، تبقى الاجابه نمبر سي. نمبر 14 بيقول لك the space is used at the end of an indirect question. خد بالك ما تضحكش عليك. بيقول لك حاجه بتستخدم في نهايه السؤال الغير مباشر. الغير مباشر لو سؤال عادي انا بستخدم الكويستشن مارك علامه الاستفهام، لكن لما اجي اقول لك ايه؟ he asked me why I had arrived late the night before. هو سألني ليه انا جيت متأخر اليوم السابق. he asked me، he told me. انت عارف ان ده indirect speech، كلام غير مباشر. لو الجملة كلام غير مباشر باجي في نهايتها هنا بحط في الستوب، ما بستخدمش هنا question mark. في عندك برضو الجملة نمبر 14 بيقول لك هنا ايه؟ the space is used at the end of an indirect question، قلناها في الستوب سوري. نمبر 15 we used to sum up، بنستخدم التعبير to sum up. to sum up finally at the end، في النهايه. ويمكن دي حاجه جت في للقسم العلمي زيها. طبعا ما فيش حاجه هنا اسمها ان دي هتيجي مباشره في الامتحان، ولكن احنا النهارده بنتعلم ازاي نتعامل مع جميع الاسئله. وانت بذكائك بقى ازاي تعرف تتصرف لو في سؤال وقف قدامك، تبدا كده في كلمه مش عارفها اخمنها. طيب احنا بنستخدم كلمه to sum up in a paragraph or an essay. to دي بتيجي تستخدم دايما في الكونكلوجن. to introduce the result of something، هنا بنقول نتيجه حاجه. give a reason for something، بنعطي تفسير او سبب لحاجه. give construct هنا contrasting information، معلومات متعارضه. introduce a summary of the main points، ولا هنا بتعمل تلخيص للمين بوينتس؟ هنا بنعمل تلخيص للمين بوينتس، لان احنا في الكونكلوجن في الخاتمه دايما بنعمل تلخيص. طيب كده نطلع كده ببعض النقاط المهمه في الرايتنج للناس. كله بقى معايا كده، ركز بقى في الكام نقطه اقولهم دول كده وخليك معايا. الاول في عندي البنكتويشن ماركس علامات الترقيم. احنا قلنا في الستوب في نهايه الجمله العاديه، الكويستشن مارك في نهايه السؤال، لكن لو السؤال اندايركت بنحط في الستوب برضو. في عندك الكولون نقطتين فوق بعض بتبقى وراها زي تقول ايه؟ قائمه. انا اشتريت كذا وكذا وكذا، قائمه حاجات، هنا بحط الكولون. السيمي كولون نقطه وتحتها كوما، دي كانك حاطط كلمه بيكوز. لو لقيت الجمله كانها بيكوز ده سبب اللي قبلها بستخدمها. في عندك كمان قلنا الاكسكليميشن مارك علامه التعجب، وات لافلي داي، يا له من يوم جميل، بحط هنا اكسكليميشن مارك علامه تعجب.
وفي عندنا كمان قلنا في عندنا في الكتابه، في عندك الاساي وعندك الباراجراف وعندك الايميل. قلنا الايميل في عندك الاساي والباراجراف. بنبدا بالانترودكشن، المقدمه، ودي اللي فيها التوبيك سنتنس، الجمله الافتتاحيه، ودي اللي بتعبر عن المين ايديا، الفكره الرئيسيه. وممكن يقال عليها هوك جرابر سنتنس، الجمله الخاطفه، تو اتراكت ريدرز اتنشن، لجذب انتباه القارئ. دي حاجه. وفي عندك بعد كده البادي، بيكون الموضوع في الاساي او الباراجراف اسمه بادي، وساعات يقال عليه بالك. خد بالك عشان ما اضحكش عليك، يبقى كلمه بادي او بالك. وفي الاخر خالص بتبقى الكونكلوجن، الخاتمه او الكلوزنج اللي هي الخاتمه. طيب، مع مراعاه ان كلمه فول ستوب برضو، خد بالك فول ستوب ممكن يعملها زي ما جه في امتحان التجربه كلمه بيريود. انت عارف ان كلمه بيريود برضو بتيجي بمعنى فول ستوب، بس دي امريكان لانجوج اكتر، بتستخدم باللغه الامريكيه. طيب، دي بعض النقاط، او هنا ريفيجن سريع كده على الجزء الخاص بسؤال الرايتنج. نيجي بعد كده، تعالوا بعد كده عندنا سؤال الترجمه. خد بالك، سؤال الترجمه احنا بنعتمد على اكبر قدر من الكلمات. طب انت النهارده مش هينفع اقول لك تعالى ايه، انت امتحانك الصبح، روح بقى احفظ لي كل الكلمات اللي وقع منك. ولكن الذكاء ايه بقى؟ ان انا لو في كلمه مش عارفها ابدا اعمل لها جاسنج. المهاره هنا في الحل. احنا بيجي لنا جملتين من انجليزي لعربي ومن عربي لانجليزي. تعالى كده نبدا نشوف الجزء ده في الترجمه. بيقول لك هنا choose the correct Arabic translation، اختار الاجابه العربيه الصحيحه. دايما في لعبه الترجمه من انجليزي لعربي هيحط لك كلمه غير معروفه، اوعى تقف عندها، اقرا الجمل بالعربي، هتلاقي الجمله متناسقه باللغه العربيه وفيها كلام واضح. هنا بيختبرك في كلمات بشكل صريح. يعني الجمله نمبر 1 بيقول لك هنا ايه؟ sooner or later youth will face huge responsibilities so they should be armed with determination and a strong will. نشوف بقى معنى الجمله. بيقول لك ايه؟ عاجلا ام اجلا سيواجه الشباب مسؤوليات جسيمه، لذا يجب ان يكونوا مسلحين بعزم واراده قويه. عاجلا ام اجلا سيواجه الشباب مسؤوليات ضخمه، لذا يجب ان يكونوا مسلحين بالصبر والوصيه القويه. هنا لعب مع الطالب على كلمه وال. الطالب عارف ان كلمه وال بتيجي معنى وصيه، فالطالب هنا لو جه يبص بس المعنى ما ينفعش اقول يكونوا مسلحين بالصبر والوصيه القويه. طب ما هي وال بتيجي بمعنى وصيه، وبتيجي بمعنى سوف، وبتيجي بمعنى يوصي، وبتيجي بمعنى هنا اراده، او لو قلتها جادز ويلنج، ان شاء الله، مشيئه، فليها معاني كتير جدا. فهنا الجمله. طب اللي بعدها، عاجلا ام اجلا سيواجه الشباب مسؤوليات عملاقه، لذا يجب ان يكونوا اصحاب اذرع قويه وعزيمه للمستقبل. طبعا ما تنفعش. فالاجابه الاصح او الاجابه الصحيحه هي نمبر A. طيب، في عندنا كمان نمبر 2 يقول لك هنا the government pays great attention to developing slums and providing them with the services necessary for a better life. لو انا جيت بصيت على الجمله دي مثلا، هلاقي ان انا مثلا في جمله زي slums انا مش عارف معنى الكلمه دي. ابدا كده خمنها. طب الحكومه pays great attention، ما ينفعش اقول تدفع، يبقى هنا تولي اهتمام، تعير اهتمام كبير لتطوير حاجه وامدادها بالخدمات الضروريه لحياه افضل. يبقى انا عندي الكلمه دي وقفت معايا. تعال نشوف هنا اللي ينفع. تدفع الحكومه اهتماما كبيرا، حتى بالعربي ما اسمهاش تدفع، ما ترجمش بايه هنا ترجمه حرفيه، يبقى دي ما تنفعش. اتعامل دايما مع الترجمه بطريقه الاستبعاد، دي ما تنفعش، هستخدم اللي بعدها. تولي الحكومه حضورا كبيرا بتطوير القرى. طب فين حضور فين قرى؟ يبقى دي ما تنفعش. تدفع الحكومه عطفا كبيرا، ايه تدفع عطفا دي؟ فدايما هنا بيكون صريح معاك في الترجمه، بيجيب لك كلمه ما تنفعش. تعال بص على الاختيار رقم دي. تولي الحكومه اهتماما كبيرا بتطوير العشوائيات وامدادها بالخدمات اللازمه لحياه افضل، ودي الاجابه الصحيحه لان كلمه سلامز بتيجي بمعنى عشوائيات. في عندك كمان نمبر 3 بيقول لك هنا sport strengthens our bodies, protects us from disease and teaches us cooperation, perseverance and patience. لما تيجي تبص على الجمله دي بيقول لك هنا ايه؟ تقوي الرياضه اجسادنا وتقينا من الامراض وتعلمنا التعاون والمثابره والصبر. المثابره والصبر. تقوي الرياضه اجسادنا وتمنعنا من الامراض. طب انا عندي كلمه بريفنت يمنع، هو قال لك بروتكت يحمي او يقي. طب هنا تمنعنا من الامراض. طب اللي بعدها تقوي الرياضه اجسادنا وتقينا من الامراض وتجنبنا التعاون. الرياضه هتجنبنا التعاون، فدي ما تنفعش. نمبر دي تقوي الرياضه اجسادنا وتعالجنا من الامراض. طب فين هنا بروتكت تحمي، انت عارف كيور يعني يعالج. وتعلمنا التعاون والمثابره والصبر. طبعا هتبقى الاجابه الصحيحه الاجابه نمبر A. في عندك كمان الجمله نمبر 4 1
طبعا كلمه وان ممكن تيجي بمعنى الفرد، بتيجي بمعنى المرء، بتيجي بمعنى الانسان، يعني ما ترجمهاش حرفيا. One must carefully weigh the positives and the negatives before engaging excessively in social media. طب انا هنا مثلا مش عارف كلمه engaging وعندي هنا excessively، الكلمتين دول واقعين مني. لو انا وقفت عندهم برضو مش هعرف احل. الذكاء بقى ان انا اعمل ايه؟ ابدا اخمنهم. طب هنا يجب على المرء بحرص ان يزن المزايا والعيوب قبل حاجه في وسائل التواصل الاجتماعي. طب نبدا نشوف قبل ايه. يجب على المرء ان يوازن بعنايه الايجابيات والسلبيات قبل الانخراط بشكل مفرط في وسائل التواصل الاجتماعي. يجب على المرء ان يعرف مزايا وعيوب الارتباط الشديد بوسائل التواصل الاجتماعي. يجب على المرء ان يوازن بعنايه ايجابيات وسلبيات قبل الارتباط الخطير بالوسائل، مفيش كلمه خطير. يجب على المرء ان يعرف مزايا وعيوب الارتباط المدمر. طب هنا ما عنديش كلمه مدمر، يبقى هنا عندنا الاجابه الصحيحه. الناس اللي موجوده هتبقى زي ما انتوا قلتوا كده، وحاول تفكر معايا وانت بتحل. هتبقى الاجابه نمبر ايه طبعا، اللي هي يجب على المرء ان يوازن بعنايه الايجابيات والسلبيات قبل الانخراط بشكل مفرط في وسائل التواصل الاجتماعي. برضو جمله كمان بيقول لك هنا ايه؟ بص بقى هنا لما تجي لك بقى الترجمه من عربي لانجليزي، دي فيها سنه مهاره منك. لو انت عملت الحركه ديت بمهاره هتفرق معاك كتير قوي قوي وانت بتحل. تعال نشوف سوا كده. بيقول لك هنا ايه؟ لكي نقف على قدم المساواه مع البلاد المتقدمه يجب ان نكون مجتمع منتج. انت بقى بالنسبه لك لما تيجي تبص على الجمله دي، اتعلم بقى الحته دي لما تيجي تحل. هتقرا الجمله الاولى وهتيجي تقرا الجمله الثانيه وتيجي تقرا الجمله الثالثه، عبال ما توصل للرابعه هتكون نسيت مين فيهم اللي غلط. طب نعمل ايه يا مستر؟ تعالى نمشيها كده بالترتيب. لكي نقف على قدم المساواه، تبدا كده بالترتيب A B C D مع بعض. طب to fight، طب fight يحارب. طب انا هنا بتكلم لكي يقف تحتها standing on، to stand on، so that standing on. طب نمشي واحده واحده. to fight نحارب، طب دي ما تنفعش، يبقى هستبعد رقم ايه؟ بص انا ماشي ازاي. بعد كده ابدا اكمل. في عندك الاختيار رقم B و C و D. standing on an equal leg with developed countries we must be productive society. طيب to stand on an equal foot بيقول لك هنا ايه؟ لكي نقف على قدم المساواة. with developed countries we must be a productive society. so that standing on an equal foot with developed countries we must be a productive society. طب هو بيقول لك لكي نقف على قدم مساواة، طب لكي to يبقى to stand on equal foot، قدم المساواة. ما ينفعش اقولها هنا leg رجل، ده تعبير على بعضه كده اسمه equal foot، على قدم المساواة. تبقى الإجابة هنا رقم سي. طيب تعالى نبص على الجملة الجاية دي ونوضحها أكتر إزاي تحلها، بس ركز معايا. يجب ترشيد استهلاك الماء والكهرباء والغذاء لمواجهة تحديات المستقبل. طب جملة زي دي تعالى كده نتعلم طريقة تانية نحل بيها. أنا مش عارف مثلا كلمة استهلاك، مش عارف كلمة ترشيد، أدي كلمتين وقفوا معايا. طب بص أنا هعمل إيه؟ هنمسك الاختيارات نمبر A وي B وي C وي D وي، الأربعة وي، يبقى مفيش غلط. تكمل may نمبر B must، رقم C must، رقم D must، يبقى هنا في غلطة. طب هو بيقول لك ايه؟ يجب ترشيد الاستهلاك. طب may ربما، يبقى رقم ايه ما تنفعش. بص انا بعمل ايه؟ طب هيتبقى B و C و D، نكمل. بيقول لك هنا ايه؟ و must rationalize، في عندك هنا في رقم B rationalize، رقم C rationalize، رقم D rationalize، يبقى دي ما فيهاش غلطة. the consumption of متكررة في الثلاثة ما فيهاش غلطة. water في الثلاثة، electricity في الثلاثة، and food مكتوبه في الثلاث in order to، يبقى احنا كده ماشيين مفيش مشكله. to face، to face، طب هو كاتب لك هنا بص كده to facing، to face، to face، يبقى احنا كده في غلطه هنا باينه اهي قدامنا. طب انا عندي هنا احنا عارفين to طبعا بيجي وراها الانفينيتيف المصدر، يبقى هنا هنقول ايه؟ to facing غلط استبعدناها. هيتبقى لي C و D to face the changes of the future، the challenges of the future. طب احنا بنقول لمواجهه ايه؟ هنقول تغيير، هو كاتب لك فوق تحديات، تبقى الاجابه نمبر دي. ايه ده؟ يعني انت مستر تقصد تقول ان انا همشي جمله جمله ولو اشوف الكلمه هنا مكرره، طب الكلمه المختلفه يبقى هنا الغلطه وابدا استبعد الجمله. طب هيتبقى لي بي وسي ودي، ابدا اكمل لحد ما اوصل الاجابه الصحيحه؟ لان اوريدي انت لازم يقابلك كلمات صعبه بكره. الذكاء في الامتحان مش ان انا اتوتر لما الاقي جمله، لان انا هيقابلني بعض الجمل اللي فيها شغل. الذكاء هنا انا ازاي اعرف اتصرف.
بعد ما خلصت كل اللي انا عارفه ابدا بقى امسك الجمل اللي انا مش عارفها واحده واحده عشان الوقت ما يسرقكش. طيب في عندي كمان بيقول لك هنا تساهم المشروعات القوميه في بناء الوطن وخلق حياه كريمه للمواطنين. في عندك هنا ادي الجمله اهي، نبدا نمشي بنفس الطريقه. National projects contribute to building the nation and creating a decent life for citizens. National projects contribute to build the nation and create a decent life for citizens. طيب لو احنا مشيناها كده، هنا بقى فيها سنه اختبار في جزئيه كده في الجرامر. contribute to دي من الافعال اللي بيجي وراها verb plus ing. فانت عندك هنا يبقى رقم بي ما تنفعش ورقم دي ما تنفعش. عندك هنا رقم بي ما تنفعش، رقم دي ما تنفعش، يبقى الاختيار ما بين ايه وسي. نيجي عندنا عند رقم سي بيقول لك ايه؟ National projects contribute to building the nation and create a decent life for citizens. طب هنا عندك بيقول لك هنا ايه؟ National projects contribute to building the nation and creating، خد بالك and حرف العطف، العطف يتبع المعطوف عليه زي عندكم في العربي. يعني لو اللي قبل and في اي ان جي، اللي بعد and في اي ان جي، اللي قبل and infinitive، اللي بعد and infinitive. هتبقى عندك هنا الاجابه طبعا الاجابه نمبر A. في عندنا كمان نمبر 4، هدف السياسه التعليميه هي خلق مجتمع منتج وشخص مثقف. طيب في عندنا هنا الجمله دي، انت عندك هنا بيقول لك هنا ايه؟ The educational policy aims to create a productive society and an educated person. The educational politics، كلمة politics اللي هو علم السياسة. علم السياسة ده اللي هو ايه؟ اللي بيتدرس في الجامعات، لكن لما اقول لك هنا سياسة الدولة أو سياسة تعليمية فأنا بستخدم هنا كلمة policy. طيب وعندك بعد كده نمبر سي هتلاقي كلمة affairs يعني الشؤون، ودي برضو ما تنفعش. في عندك رقم دي هتلاقي عندك هنا كلمة اسمها كلمة belief يعني معتقد أو اعتقاد، ودي برضو عندنا ما تنفعش. تبقى الإجابة عندنا الإجابة نمبر A. في عندك كمان، طيب دي كده بعض النقاط المهمة في سؤال الترجمة. يبقى احنا كده يا جماعة اتكلمنا الأول فيما يخص الجزء بتاع الرايتنج، وبعد كده ادي الترجمة. بس خد بالك من حاجة، بالنسبة لسؤال الترجمة طبعا الجمل دي أنا بعلمك طريقة الحل، لكن أنت وارد يجي لك جمل تانية خالص بكلمات مختلفة تماما. الذكاء هنا في الامتحان انا ازاي هتعامل مع الكلمات دي. قلنا بالطريقه حاول تحفظ اكبر قدر من الكلمات. يا جماعه الامتحان في النمط الجديد او الاسلوب بتاع النظام الجديد الاعتماد بنسبه كبيره على كم الفوكاب اللي عندك، كم الكلمات، والذكاء ان ازاي لما يجي لي كلمه غير معروفه ابدا اعمل لها تخمين في وسط الجمله. طيب تعالوا كده، دول كده جزء من عندنا من الاسئله. نخش بقى على السؤال اللي هو عندنا عليه في قطعتين بيجوا في الامتحان، والقطعتين عليهم 16 جمله تشوز، يعني كم مش قليل. عشان نبقى متفقين كده مبدئيا، القطعه لازم اذا قانون القطعه اذا جات لك لازم هيجيب لك فيها بعض الكلمات الغير معروفه تماما. احنا بنغلط في بعض الحاجات، وحاجات تانية كمان ان هو هيتكلم معاك في الاسئله ازاي how to extract information، ازاي تستخلص المعلومه. فلازم يكون عندي ذكاء وهدوء وانا بقرا القطعه. ما ينفعش ان انا وانا بقرا القطعه الخبط اتوه. في ناس بتعمل ايه؟ عايزه وهي بتقرا الجمله كل كلمه تترجمها، ده مش هيحصل. لازم هيقابلك بعض الجمل الغير مفهومه. الذكاء هنا بقى انك تعمل ايه؟ تعالى كده نشوف مع بعض القطعه ونبدا ازاي نتعامل معاها. بص بقى كده معايا، انت هتقسم القطعه دي على شكل فقرات، وكل فقره هتقراها هنبدا نعمل لها كده زي انت هتحط لها كده زي ايه؟ سمري، تلخيص لنفسك. يعني مثلا عندنا قطعه اهي في الامتحان. القطعه دي بتقول لك ايه؟ دي قطعه بتتكلم عن البلانتس، النباتات. تعال نشوف كده القطعه ماشيه ازاي. بيقول لك هنا plants have been used for treating illnesses since primitive times. تقرا الجمله لحد الفلوستوب او الكوما، وبعد ما تخلص الجمله تبدا تترجمها وتشوف الجمله دي بقى ماشيه ازاي. بيقول لك هنا النباتات تستخدم لعلاج الامراض منذ المرحله البدائيه، منذ الايام الاولى من البدايه. Paintings in the tombs of the pharaohs show that plants were being used by the ancient Egyptians for medicinal purposes. طيب نبدا نشوف الجمله دي بتقول لك ايه. بيقول لك الرسومات في مقابر الفراعنه بتظهر ان النباتات دي كانت بتستخدم بواسطه قدماء المصريين. انت عارف كلمه ميديسن دواء، يبقى هنا في الاغراض الدوائيه او الاغراض العلاجيه. Today some drugs are still based on natural herbs. اليوم بعض الادويه، بعض العقاقير ما زالت تعتمد على الناتشرال هيربس. طب انت عندك الكلمه دي
طب انا مش عارف الكلمه دي، طب هو بيكلمني فوق عن النباتات، لازم تبقى ذكي. يبقى انا هنا نخمنها على انها ايه؟ يبقى بيكلمني هنا عن الاعشاب الطبيعيه. يعني مثلا عندك مثلا هنا aspirin for example is based on the bark of willow trees. يعني على سبيل المثال الاسبرين دوت بيجي منين؟ من لحاء اشجار willow trees. طب تعالى كده، انا وقفت عند الفقره دي خلصت. لو انت كملت هتغلط، لازم تقف كده انا فهمت ايه في الجزئيه دي، وتبدا تعمل لها كده تخزين جوه الذاكره، حتى هنا بالعربي تبقى انت فاهمها. انا بقول ايه؟ النباتات تستخدم، تقولها لنفسك كده، النباتات تستخدم لعلاج الامراض منذ ازمنه بعيده، لو انا مش عارف بريمتيف بدائي. فالرسومات في مقابر الفراعنه توضح ان النباتات كانت بتستخدم عن طريق قدماء المصريين لاغراض علاجيه. واليوم بعض الادويه ما زالت تعتمد على الاعشاب الطبيعيه، زي الاسبرين مثلا دوت بيطلع من لحاء شجره الوالو. طيب نكمل. Natural remedies are attracting increasing attention all over the world. بيقول لك هنا طبعا هترجمها دي ايه؟ يا الاعشاب الطبيعيه يا هترجمها هنا الادويه الطبيعيه. طبعا هنا العلاج بالاعشاب الطبيعيه ده بيجذب انتباه كبير، بيجذب اهتمام كبير في جميع انحاء العالم. The advantage of herbal medicine is that the whole of the plant can be used. ميزه النبات الطبي ان هو تقدر هنا نستخدم النبات بالكامل، يعني استخدامات الاعشاب دي ممكن استخدم النبات بالكامل. The powerful substance in the plant cures illness, while the contents of the rest of the plant may help to prevent any harmful side effects. نترجم. بيقول لك هنا قوة المادة في النبات، المادة الفعالة في النبات دي بتعالج الأمراض. وباقي الأجزاء اللي في النبات أنا مش عارف كلمة contents مثلا، ما خلاص ما أعديها. وباقي أجزاء النبات ديت، باقي أجزاء النبات ديت بتستخدم أو بتساعد في منع الأعراض اللي هنا الجانبية أو السيئة، وبالطريقة ديت الأعشاب الطبية may be safer than chemical ones. إن هنا العلاج بالأعشاب الطبية قد يكون أكثر أمانا من العلاج بالمواد الكيميائية. طيب بيكمل لك هنا بيقول لك ايه؟ Garlic is just one herb which has been used throughout the world as a cure for disease. بيقول لك هنا طب جارليك ده انا مش عارفها يا مستر. بيقول لك هو نوع من العشب بيستخدم في جميع انحاء العالم كعلاج للامراض. طبعا هنا كلمه جارليك معناها التوم، بس انا مش عارف كلمه التوم، عديها ولا كانك شايفها. as it's used to treat hair problems، كما انه يستخدم لعلاج مشاكل الشعر. اول ما تلاقي كلمه تعرف على طول هيسالك يقول لك what does the underlined word refer to، الكلمه تحتها خط بتشير لايه؟ اذا جه قال لك الكلمه اللي تحتها خط بتشير لايه، دائما الاجابه في الجمله اللي قبلها، فترجع للجمله اللي قبلها. بيقول لك هنا ان التوم دوت هو نوع من الاعشاب اللي بيستخدم في العالم كعلاج للامراض. as it's used، كما انه يستخدم to treat hair problems، لعلاج مشاكل الشعر. يبقى هنا عايد على مين يا جماعه؟ على الجارليك، لان على طول طالما حط لك خط تحت كلمه يبقى هيسالك عليها. نكمل. بيقول لك هنا بعد كده ايه؟ ثيملري هنا which is known to be good for the hair. وبرضو الحنه اللي هي معروف ان هي جيده للشعر. خد بالك انا باجي عند الكوما او الفلوستوب وابدا اقف. can be used in the treatment of cancer، يمكن استخدامها كعلاج للكانسر. if you pay a visit to a herbalist shop، ولو انت قمت كده بزياره للهيربلس شوب اللي هو المعالج بالاعشاب، you will be struck by different colors and smells، هتفاجأ بالوان كتيره وروائح كتيره. there are jars full of trees barks roots powders oils and spices. هتلاقي كمان برطمانات مليئه باللحاء والجذور بتاع الشجر والزيوت والتوابل، هتلاقي الحاجات دي كلها عند المعالج بالاعشاب. بيقول لك هنا بعد كده the customer enters the shop and explains his symptoms to the herbalist. بيقول لك هنا الزبون بيدخل عند المعالج بالاعشاب دوت وبيبدا يشرح له الاعراض. هو التيك نوتس وهو بيدون كل دوت. study medical reports and check his reference box before writing out a prescription. وبيبدا هو كمان يشوف يشوف الحاجات الكيميائيه الطبيه اللي عنده عن طريق الاعشاب، ويبدا يراجع المراجع الريفرنس مراجع بتاعته قبل ما يكتب البريسكريبشن اللي هي الروشته. However, about 80% of those who consult a herbalist have already been to a doctor. وتقريبا حوالي 80% من اللي هم بيروحوا
للمعالج بالاعشاب ده بيكونوا بالفعل قاموا بزياره لمين؟ للطبيب. As a result of the worldwide interest in herbal medicines، وبقول لك هنا نتيجه للاهتمام العالمي بالادويه العشبيه، Egypt has set aside 50,000 acres of land in Bani Suef and Minya for the cultivation of herbs with medical properties. بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك هنا نتيجه لانتشار الاهتمام العالمي بالادويه ديت، مصر عملت هنا 50,000 فدان في بني سويف وفي المنيا علشان تبدا بزرع الاعشاب ديت with medical properties، اللي هي فيها الصفات الطبيه. If this experiment is successful, lots of countries may import herbs from Egypt in the near future. ولو التجربه ديت كانت ناجحه، الكثير من الدول هتبدا هنا ربما تستورد من مصر في المستقبل القريب. طبعا القطعه، احنا عندنا قطعتين، في ظل وجود قطعتين في الامتحان وانت قاعد في اللجنه ممكن فيهم قطعه يبقى فيها بعض كلمات صعبه. لو انت قريت بيبدا الطالب يحصل معاه عمليه سرحان، يبدا يتوه. لا، خليك ذكي. اول ما تخلص القطعه ككل، بدل ما امسك السؤال الاول واجيب اجابته، وخصوصا الاسئله كلها هتبقى استنتاجيه من فهمك، اقف كده لمده دقيقه، هو انا فهمت ايه في القطعه دي؟ وابدا اشرحها لنفسك كده كتلخيص سريع. لان هو هيسالك في المفهوم، مش اللي انت هتبدا تجيبه من القطعه بشكل مباشر. تبدا تقف كده وتشرح لنفسك، يا رب تبقى فهمت في القطعه دي نصها. اهم حاجه تبدا تجمع، هو مش عايز منك ترجمه حرفيه لكل كلمه، وخصوصا احنا عندنا قطعتين، فلازم كمان يكون عندي ذكاء في الحل وسرعه في الحل عشان الوقت ما يسرقنيش. تبدا تقف كده عند القطعه وتعمل كده. انا فهمت هنا في القطعه دي ايه؟ النباتات تستخدم لعلاج الامراض، تترجمها لنفسك، احنا قلناها خلاص منذ ازمنه بعيده. فالرسومات في المقابر الفرعونيه توضح ان النباتات كانت تستخدم عند قدماء المصريين لاغراض طبيه. واليوم الكثير من الادويه ما زالت تعتمد على الاعشاب الطبيعيه. الاسبرين على سبيل المثال هو جزء بيتاخد من اللحاء بتاع الويلو تريز. وهنا عندك كمان العلاج الطبي بالاعشاب دوت بيجذب اهتمام كتير من جميع انحاء العالم. مزايا العلاج العشبي دوت ان كل النبات، انك ممكن تستخدم النبات بالكامل. الماده الفعاله كمان في النبات بتعالج المرض، باقي النبات ممكن يساعد بان هو يقلل من الاثار الجانبيه والاضرار. وبالطريقه ديت نقدر نقول ان العلاج بالاعشاب اكثر امانا من العلاج بالطريقه بالطريقه الكيميائيه. وبدا بقى يشرح لنا بعد كده، تخش على الجزء الثاني. بيديني بقى مثال، فتهم على تقول لنفسك كده وكانك بتكلم نفسك في اللجنه، بحيث تشرح. هتاخد منك دقيقه، بس دقيقه هتوفر عليك نص ساعه في الحل. بيقول لك هنا مثلا ايه؟ فالتوم دوت مثلا على سبيل المثال هو عشب بيستخدم في جميع انحاء العالم كعلاج للامراض، وبيستخدم كمان في علاج مشاكل الشعر. والحنه اللي هي معروفه ان هي للشعر ممكن تستخدم كعلاج للكانسر. ولو انت قمت بيوم بزياره، بيقول لك كده، لو انت قمت بزياره عند المعالج بالاعشاب هتلاقي روائح كتيره والوان كتيره، برطمانات كتيره فيها اللحاء والجذور والتوابل. والزبون لما بيدخل المحل دوت كمان بيدخل عند المعالج بالاعشاب، بيبدا يوضح له الاعراض اللي عنده. والراجل دوت بيكتب ملاحظاته اللي هو المعالج، وبعد كده بيقرا في المراجعه بتاعته وبيبدا يديله الايه؟ الروشته. و80% من الناس اللي بتروح للمعالج دوت بتكون بالفعل قامت بزياره الطبيب. واللي هنا بيقول لك هنا كمان ايه؟ ونتيجه لذلك بسبب الانتشار الاهتمام العالمي بالعلاج بالاعشاب، مصر كمان عملت 50,000 فدان من الاراضي اللي في بني سويف وفي المنيا علشان تقدر تغطي وتعمل زراعه هنا، زراعه اعشاب. ولو التجربه دي نجحت، مصر هتقدر ان هي هنا هو كاتب لك هنا دول كتير تستورد، يعني مصر تقدر تصدر دول كتير. بعد كده بقى فهمت القطعه، ممكن تجي لك اصعب من كده بكلمات اكتر من كده، ولا كانك واقف هنا كلمه ما تقفش عندها وتعمل كده ايه؟ اكستراكت انفورميشن، استخلص المعلومه، هاتها كلها. طيب تعالى بعد كده نبدا نحل. زي ما اتفقنا، السؤال اللي يقف معاك بتعديه. بيقول لك هنا ايه؟ Some modern drugs are still based on، بعض الادويه الحديثه ما زالت بتعتمد على ايه؟ chemicals, ancient tombs, herbs, paintings. بتعتمد على المواد الكيميائيه، ولا بتعتمد على المقابر القديمه، ولا الرسومات، ولا الاعشاب؟ من اللي احنا فهمناه بتعتمد على ايه؟ على الاعشاب، يبقى الاجابه رقم سي. في عندك كمان نمبر 2، garlic is used for treating. بيقول لك هنا الثوم بيستخدم لعلاج ايه؟ احنا شفنا واحنا بنحل واحنا بنقراها skin problems اللي هي مشاكل البشره،
hair problems, eyesight, hearing، السمع ولا الرؤيه ولا بمشاكل الجلد ولا مشاكل الشعر؟ طبعا من اللي احنا فهمناه الهير بروبلمز. نمبر 3 chemical medicines are space herbal ones. بيقول لك هنا ايه؟ الادويه الكيميائيه بتكون حاجه عن الادويه العشبيه، بتكون ايه؟ safer than، اكثر امانا من الكيميائيه هي اكثر امانا من العشبيه؟ طبعا احنا ما قلناش كده. ولا as safe as، امنه مثلها بالظبط؟ ولا as dangerous as، خطيره مثلها بالظبط؟ ولا not so safe as، مش امنه زيها؟ طبعا طبيعي جدا ان العلاج بالاعشاب هيكون اكثر امانا من العلاج بالمواد الكيميائيه، تبقى الاجابه رقم دي. نمبر 4 the underlined word it refers to. الكلمه تحتها خط it بتعود على ايه؟ بتشير لايه؟ احنا اتفقنا من شويه كنا احنا حليناها وقلنا ان هي بتشير لايه يا جماعه؟ طبعا احنا عندنا هنا بتشير للجارليك اللي هو الثوم. نمبر 5 how can you prove that herbal medicines is not modern phenomenon. بقول لك ازاي تقدر تثبت ان الادويه العشبيه مش ظاهره حديثه؟ من القطعه كده يا جماعه هو هيجيب لك اسئله عايز منك استخلاص اللي انت فهمته. طب من اللي احنا فهمناه ايه اللي يوضح ان انت عندك هنا ان العلاج بالعشب ده مش حاجه حديثه؟ احنا شفناها في اول قطعه ان كان في رسومات فين؟ عند الفراعنه. يبقى الاجابه رقم ايه؟ بيقول لك paintings of herbal plants in the first tombs showed that they were used as medicine. تبقى الاجابه عندك رقم ايه. في عندك برضو الجمله رقم 6 بيقول لك هنا ايه؟ about the space of those who consult are blessed have been to a doctor. حوالي كام في المية يا جماعه اللي هم بيروحوا للمعالج بالاعشاب بيكونوا ذهبوا للطبيب؟ قلنا ايه؟ 80%، حوالي 80%. تبقى الاجابه رقم ايه. نمبر 7 Egypt is expected to space natural herbs in the near future. بيقول لك مصر متوقع ان هي حاجه هنا العشب الطبيعي في المستقبل القريب. يبقى مصر متوقع ان هي ايه؟ امبورت. في ناس بقى اللي هو بيروح ياخد الجمله زي ما هي هيقول لك امبورت، لا خد بالك افهم الجمله. هو الكانتريز هي اللي امبورت تستورد، لكن مصر هتقدر ان هي يا جماعه متوقع ان هي تصدر. يبقى هنا عندك اكسبورت رقم سي. نمبر 8 why are herbal medicines attracting increasing attention all over the world. بيقول لك هنا ليه العلاج بالاعشاب الطبيه بيعمل عمليه جذب لكل العالم. نشوف نمبر ايه. some drugs are still based on natural herbs. بعض الادويه ما زالت هنا بتقوم على العلاج بالعشبي. some herbal medicines are harmless. بعضها بيكون ضار. scientific medicines are unavailable. العلاج العلمي غير متاح غير متوفر. ولا primitive people use them a lot. الناس البدائيه استخدموها كتير. طبعا من اللي احنا فهمناه احنا شفنا بيقول لك هنا ليه بعضها بيجذب اهتمام العالم؟ لان هنا كثير من الادويه ما زالت هنا قائمه على العلاج العشبي. طيب دي كده كانت القطعه، وزي ما اتفقنا انا هيجي لي قطعتين كل قطعه عليها 8 جمل، هتبقى استنتاجيه استخلاص. ساعات يجيب لك اسئله يقول لك give a suitable title for the passage. ادي عنوان هنا مناسب للقطعه. لو قال لك عنوان مناسب للقطعه يبقى دايما تشوف القطعه دي بتحكي عن ايه. يعني هنا القطعه دي مثلا لو قال لك هنا a suitable title for the passage، طب القطعه هنا بتحكي عن ايه يا جماعه؟ بتحكي عن الهيربس اللي هي ميديسنز اللي هي العلاج بالاعشاب، مش كده؟ طيب ساعات يجي يقول لك ايه كمان؟ يقول لك summarize the last paragraph if you want to summarize the last paragraph. لو عايزين نلخص الفكره الاخيره تقوم انت قاري اخر الفقره الاخيره، تقرا اخر الفقره وتشوف ايه المقصود منها، ويبقى دي اللي عندك هنا ده تاخد الجمله ديت يبقى هي ديت اللي عندك اللي انت محتاج تستخدمها. طيب ده كده القطعه هيبقى عندنا قطعتين. نيجي بقى عندنا لجزء السؤال بتاع التشوز. طبعا التشوز احنا عارفين بينقسم الى جزئين، جزء خاص بالكلمات وجزء خاص بالجرامر. هنحاول كده نعمل ريفيجن سريع على الجزء الخاص بالجرامر وبعض الكلمات، ولكن انت برضو بس طيب ناخد فاصل كده ونكمل بعد كده ان شاء الله. خلينا مع بعض كده عشان نبدأ نركز في الجزء جاي مهم جدا.